يسعد اوقاتكم اصدقائي. اليوم اكلتنا مقلوبة بس على طريقتي انا. خلينا نبلش سوا. هلا هون سخنا مي وطبعا غليت. هلا بنحط للمي مشان نعمل مرقة الباذنجان. حطي الملح، يعني هي بدها مقدار 3 معالق للمي. وهلا بنضيف الماجي، يعني بدنا نحط شي 3-4 معالق، يعني 4 معالق. هلا بنحرك الماجي مشان المي يجمع مع بعضه. وهلا بنحط رشة زنجبيل، بنحط رشة هيل. طبعا بعد ما بحط، كل ما بحط لازم نحرك البهارات مشان ما تجمع مع بعضها. بنحط معلقة بابريكا، وهلا حطيت معلقة فلفل حلوة. وهلا بنحط نص معلقة قرفة ناعمة. خلينا كمان نحرك. وهلا بنحط معلقة بهارات حلوة، هي آخره. وهلا بنتركها لتغلي. هلا بنبلش نقلي الباذنجان. طبعا انا ناقع الباذنجان بمي باردة لمدة 10 دقايق مشان يتماسكوا معي وقت بقليهم ما يرخوا ويعبوا كتير زيت. هلا بنحط معلقتين سمنة للدجاج. هلا رح نحركهم الدجاج مع السمنة حطيناها. البهارات رح اضيف لكم اياهم صندوق الوصف. هلا بنحط هلا بنحط رشتين من صويا صوص. انا ما قليت البهارات مع الدجاج مشان اتركها 5 دقايق تتبلغ مع بعضها. وهلا بنحركهم مع البهارات اللي حطيناهم هلا قدامكم، نحركهم مع بعض. وهلا بننزل الدجاج مشان نقليه بالمقلاية. طبعا انا ما حطيت بالمقلاية سمنة لاني حطيت لها السمنة، حاطة كل شيء معها خالصة يعني. وهلا بنبلش مرحلة التطبيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا بنبلش نحط الباذنجان.
وهلا بنضيف الدجاج فوق منهم. هلا رح اضيفهم كلهم مع مرقة الدجاج مشان تطلع منغنة وظريفة، طعمتها بتجنن. وهلا بدنا نضيف الرز فوق الدجاج، ولازم انا بايدي حتى هون لانه بالمعلقة ما حيطلع سكب مظبوط الرز يعني خسران. وهلا بننزل الباذنجان، ما تبقى من الباذنجان بننزلهم هيك. وهلا بنضيف المرقة اللي عملناها البهارات قدامكم. وهلا بنضيف معلقة سمنة، مو معلقة كاملة يعني، معلقة أكل يعني، بنضيفها على الوش. هلا حطيناها على الغاز، هلا بنخليها على نار متوسطة، لا قوية ولا نايصة. وهلا خلصت معنا الطبخة، وهلا بنرش عليها مكسرات. وهلا خلصت معنا الاكله، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وهلا بشوفكم بفيديو جديد باذن الله تعالى. السلام عليكم.